اشتباكات عنيفة بين جماهير الإسماعيلي والمصري في ديربي القناة. شهدت مباراة ديربي القناة في الدوري المصري بين الإسماعيلي والمصري البورسعيدي اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين في برج العرب. استضاف استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الإسماعيلي ضد المصري ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري. نشبت اشتباكات عنيفة بين جماهير الفريقين وصلت إلى التراشق بالكراسي، مما أدى إلى تدخل قوات الأمن للسيطرة على الأجواء. وأوضح محمد عبد الكريم المدرب بالجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري أن الأزمة التي نشبت بين الجماهير أثرت على اللقاء. وانتهت مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما. افتتح عبد الرحمن مجدي التسجيل للدارويش في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني، ونجح فخر الدين بن يوسف في خطف التعادل وسجل هدف المصري في الدقيقة 85. الأهلي يجدد مفاوضاته لخطف بديل معلول من الزمالك. جدد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مفاوضاته من أجل التعاقد مع بديل الظهير الأيسر التونسي علي معلول وخطفه من الزمالك خلال الفترة المقبلة. ودخل النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا من أجل بحث إمكانية التعاقد معه خلال الساعات الماضية. وأبدت لجنة التخطيط في النادي الأهلي اقتناعها التام بقدرات وإمكانيات محمد شكري ليتواجد كبديل للتونسي علي معلول خلال الفترة المقبلة. وأكدت لجنة التخطيط في حديثها مع مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن محمد شكري تطور بشكل ملحوظ، مكتسبا العديد من الخبرات في الفترة الماضية التي قضاها مع سموحة ثم سيراميكا كليوباترا، بالإضافة إلى كونه من العناصر التي يضعها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ضمن حساباته في القائمة. من جهة أخرى فإن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تسعى إلى التعاقد مع محمد شكري، وهو ما يرغب الأهلي في إفساده. موسيماني ينهال بالمديح على نجم الأهلي، ليس مجرد لاعب. أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي السابق عن إعجابه بأحد نجوم المارد الأحمر في الفترة الأخيرة. ويقدم تاو مستويات قوية مع النادي الأهلي في الفترة الماضية، حيث ساهم في تتويج المارد الأحمر بلقب السوبر المصري وبرونزية كأس العالم للأندية الفين 23. وتألق تاو بشكل لافت للأنظار في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي حسمها الأهلي في النهائي على حساب الوداد المغربي بالنسخة الأخيرة. وقال موسيماني في تصريحات عبر شبكة سبورت تي في: بيرسي تاو لاعب مميز جدا، ويمكنني أن أقول إنه كان قريبا مني عندما كان في صن داونز. وتابع: يقول الجميع أن صفقة انتقال تاو إلى الأهلي سينتج تخفيض في مستواه، يعتمد الأمر على الطريقة التي تنظر بها للأمر. وشدد: أنت ترحل من الدوري الإنجليزي إلى مصر، لكن هذا لا يعتبر تخفيضا عندما تتم إعارتك إلى بلجيكا، ولاعبو برايتون لن يلعبوا أبدا في كأس العالم للأندية. وأوضح تاو: ليس مجرد أي لاعب آخر، أنا لا أقول له أن يعمل بجد،